السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم درت واحد الكيكة وبغيت نشاركها معكم، ومن هنايا واحد ديديكاس للأخت أيمن. شكرا بزاف على التشجيع ديالك لهلا خطيك. المهم الكيكة ديالي خديت واحد الطحين، داك الطحين ما عمرني ما جربته ديال الكيك، اصلا مكتوب فيه الطحين خاص ديال الكيك. هذا اللي خديت انا بنكهة الليمون. وشنو السبب اللي شجعني باش ناخذه؟ هو انهم دايرين الطريقه ديال التحضير بالمقادير بكل شيء. المهم تبعت دوك الخطوات كاع اللي طالبين هما مني بالقياس كما مطلوب. الحليب 150 غرام ديال الحليب خصني، هنايا درت كثر 150 غرام، ولكن اضطريت نوقف التصوير ونشرب داك الشيء اللي زايد وعاد نكمل 150 غرام باش ما نضيعش المقادير. الزيت 75 غرام، السكر 265 غرام، ولكن انا 265 جاتني بزاف، ولكن اضطريت نديرها باش المهم الكيكه حتى لما طلعتش مزيانه باش ما نردش السبب ليا نقول انا اللي ما احترمتش المقادير. المهم المقادير راني حطاهم تمايا، راني ملصقاهم تمايا. درت زبده نباتيه 100 غرام. دابا كنبداو في الخلاط 3 ديال البيضات مع ديك 265 غرام ديال السكر اللي عبرت، كنحركهم مزيان حتى كينسجموا. كنزيد ديك الزبده، ولكن الزبده راه صعيبه باش نبقى كنضربها هكذاك، ولكن ما ندير انا بغيت ندير داك كاع دوك المقادير اللي قايلين هما. انا عمرني ما درت الزبده في الكيك، ولكن هادو من طالبينها درتها. زدت عليها 75 غرام ديال الزيت وحركت مزيان. اصلا فاش كنبقى نحرك بزاف راه فاش كتسخن كتذوب. بالتالي اضطريت نكمل بهذا الطراب اليدوي حيتاش كيساعد مزيان. زدت الحليب ديالي، واخا هو راه شي شويه بحال اللي كيبقى كيرشرش، بقيت كنحرك مزيان، ولكن فعني بزاف هاد الطراب اليدوي صراحه الله كنت حاقراه، ولكن كينفع في شي مواقف. دابا غادي نزيد الطحين ديالي، ودابا هاد الكيكه لان راه داك الطحين معاها سميتو داك الطحين ديجا بنكهه الليمون ودايرين فيه حتى الخماره. انا ما درت لا خماره كما كتشوفوا، راني ما درت لا خماره ولا حتى شي حاجه. هنايا خديت المول ديالي ديجا راني كنت دهنه، ولكن غير عاودته باش يعني المهم عاودته بالدهن وصافي. انا كما قلت لكم ما كندهنش المول بسميتو، ما كندهنش المول بالزيت، كندهنو بداك الطحينه. صافي هنا غادي نصب الخليط ديالي في المول. انا كنت جاتني المهم بانت لي شويه قاصحه، ولكن ما بغيتش ندير شي حاجه من راسي، بغيت نحترم المقادير اللي طالبين لي هما كما المقادير اللي دايرين، يعني راني ما زايده عليهم حتى شي غرام. صافي كنزل داك الخليط ديالي كنزلو في المول، كنساويه كنقادو مزيان باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. غادي ندخل المول ديالي للفران. صافي ودابا جا وقت الساعه الرمليه. انا فاش كنكون كندير الكيك ولا شي حاجه كنمشي بالساعه الرمليه، عندي فيها 15 دقيقه، كنقابل بديك 15 دقيقه. صافي هي بدات كتطلع. راه هذيك ال 15 دقيقه الاولى كانت مازال ما كملاتش، وهانتوما تبارك الله شحال طلعت. صافي هي هذيك قلبت هذيك الساعه الرمليه، قلبتها جوج مرات يعني نص ساعه. صافي حليت على الكيكه ديالي كنشوفها، بغيت نقلبها واش طابت ولا مازال معجنه، حيت ديجا راه الفران كنديرو على 180 درجه. ساعه اول حله حليت الفران قلبتها لقيتها طايبه ما ناقصها حتى شي حاجه، هي هذيك جات. صافي راه طابت، كنخرجها من الفران في الفران ديالي. صافي والله الا جات زوينه يعني شكلا عجبتني. ايوا صافي دابا خليتها 10 دقائق تبرد شي شويه، عاد نقلبها نخرجها من المول.
لصقات لي واحد شوية من داك الجنيب، ولكن ماشي مشكل، واخا لصقات ماشي مشكل نكمّل. كنحاول يعني نتدارك الموقف. خسارة جات تهرست شي شوية من تما، أما هي كانت طالعة واعرة. إمم. ما كتعجبنيش الحلاوة بزاف، ولكن اضطريت ننقذ الموقف، نصوب عليها sucre glacé باش ما تبقاش داك التهريسة هكداك باينة. صافي وها الكيكة ديالي واجدة، سي فريمون جات مانيفيك والله القسم، جات زوينة، جات زوينة واخا غليظة شي شوية، المهم منفوخة جات زوينة. أيوا واللي وصل معايا حتى لهنايا في الفيديو كنشكركم بزاف، وشكرا لأي وحدة على الدعم ولا الكلام الجميل، ولهلا يخطيكم جميعا. ودمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة جميعا.